بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرسا 5 شعلة. في مشكلة في الباب والناس كلها ما بتاخدش بالها منها. انا عامل فيديو قبل كده لتركيب السوست بتاعت يونفرسا وتقفيلها، بس انا برضه هوريكم عيب عيب محدش بياخد منه، ما ياخدش باله منه. ادي الشنكل اللي فوق فلت، واحيانا بيبقى ماسك جوه. بص، اكل في البوتاجاز لحد ما وصل للمسمار اللي فوق. هو في الاول بيبقى تقيل مع ست البيت في الحركة وبيعمل صوت جامد، فهو ده بداية الشنكل الكبير بياكل في العجلة اللي جوه. في عجلة بيمشي عليها، فالعجلة دي بتتاكل وبتقع. بيفضل الشنكل الكبير كده بيحك جامد في البوتاجاز لغاية لما بيقطع في الصاج بتاع البوتاجاز نفسه. فانا اول حاجة بنعملها بجيب المفك كده، وفي شنكل صغير اللي تحت اللي هي العلاقة اللي تحت، بعمل قرصة بالمفك كده. انا موضح في فيديو كامل قبل كده في الحل والتركيب. اهو خلعت انا الشنكل الصغير والجنب التاني مخلوع. ادي انا خلعت الباب كده هوريكم العيب فين بالظبط. هي احيانا ادي العجله واقعه اهيت ودبحه. بص يعني اللي يشوف الحته اللي في البوتاجاز متاكله ازاي. ادي العجله اللي جوه دي الجديده بقى. ادي العجله اللي جوه اهي دي اهم حاجه بقى. لازم السيخ او الشنكل اللي فوق بيمشي على العجله دي. فانا حليتها انت لو عرفت تجيبها جاي، ما عرفتش تسيبها واقعه جوه مش مشكله، بس اهم حاجه تكون واقعه. ادي العجله واقعه. وبص اهي دخلت على المسمار، دخلت على المسمار. فالسوسة الجديدة طبعا بتتباع بالحتتين اللي جوه بس انا طبعا عشان عندي منهم ياما فبنوفر على الزبون صاحب البوتاجاز، بنوفر عليه تمن السوستة الواحدة، بنوفر عليه تمن السوستة كلها. ادهيت بنجيب طبعا لازم وردة مع المسمار. ليه؟ نعوض التآكل اللي حصل بالوردة دي، عشان المسمار برضو خلاص كان قرب يعدي هيبقى زي قلته. لازم نحط وردة كأن الحتة سليمة. طبعا انا بجيب سلكة بنزلها من جوه كده، وبسحب الحتة اللي انا هركبها، عشان محتاجش حد معايا ولا حل جنب ولا حل اي حاجة. هي بنزل سلكة من جوه كده وبتطلع لي تاني. انا بربط المسمار اللي تحت كده اهو انا كده ربطت المسمار اللي تحت، وهربط تاني بقى اللي فوق اهو. لازم الورد. طبعا انا عملت الجنب التاني برضه عشان وقتكم. نفس الفكرة برضه، الجنب التاني كان سليم، بس بالمرة هغير الاتنين عشان يبقوا مع بعض. ممكن يكون سليمة قدامي وبعد شوية العجلة تقع. ادي العجلة فوق اهم حاجة بقى يعني في الشغلة دي لو حد معاه شحم ولا حاجة يحط على العجلة او على السيخ. مفيش طبعا شحم في الفيديو، يحط زيت ان شاء الله، زيت اكل حاجة. بيبقى في الصواني ياما في البوتاجاز بيبقى بواقي زيت كده. يعوز كده الشنكل الكبير حبة زيت. انا عملت الجنب التاني انا بحل السلكة اهي. هي بقى اصعب حاجة في التركيب دي في الشغلانة دي التركيب بتاعت الباب. الخلع سهل بقى، بنطر الشنكل اللي تحت كده بالمفك بيطلع معايا. اهم حاجة بقى التركيب ده. بركب الشنكل اللي فوق الاول اهو، وبعد كده بجيب الشنكل الصغير اهو. الشنكل الصغير كده ببقى فاتح الباب على رجلي وبرفع الباب، يعني ببقى فارد الباب وبزق الشنكل اللي فوق ده لفوق، والسقطه اللي تحت دي بزقها بايديا كده بتتعشق لوحدها جوه اهو. بص اهو اهو، في مبيات فيها هي كده عشقت كده ركبت. ده عيب بسيط في البوتاجاز يونفرسا 5 شعلة او في اي بوتاجاز تاني يعني. اهم حاجه الشنكل الكبير
يكون سائر في الحركة. اول ما يبتدي بقى تسمع صوت جامد كده تفتح وتبص عليه، لو عجلة وقعت يبقى تغيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.